السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ طيب سريعا كده وفي عجاله علشان نتكلم في موضوع مهم الناس بتسال عليه، يعني عشان ما اطولش عليكم. يعني ايه منطقه حره اللي انت بتسمع عنها؟ ويعني ايه تسمع ان عربيه سعرها $11,000 و20,000 وانت تشتريها ازاي لو انت عايز؟ لو انت مضطر او مزنوق ايه اللي بتعمله؟ هل المنطقه الحره دي زي ما بعض الناس بتقول هتمشي بالعربيه جوه محافظه بس زي بورسعيد زمان لا لا لا، انت فاهم غلط خالص. المنطقه الحره او السوق الحر ده، يعني مش عايزين ندخل في ديباجات كتير عشان ما اطولش عليك وعشان ما اقولكش كلام انت مش محتاج تفهمه، ولا اتفاقيات بين الدول وان كل دوله فيها منطقه حره والكلام ده. المنطقه الحره دي يا سيدي الفاضل هناك بعض التوكيلات لديها شركات استخلاص او استيراد من المنطقه الحره، توكيلات عربيات عادي خالص. مين اللي كانوا اعلنوا ان عربياتهم موجوده في المنطقه الحره؟ تويوتا. توكيل غبور اعلن ان عربيات شيري موجوده في المنطقه الحره. توكيل كيا كانت عربياته موجوده في المنطقه الحره، الاكسيد والسبورتاج. وتوكيل ابو غالي لديه سيارات موجوده في المنطقه الحره، منها العربيه الكهرباء اللي يعني لم تلقى رواج وكان تسعيرها مبالغ فيه. وعنده دلوقتي العربيه الجيلي اللي انا كنت اتكلمت عنها من يومين، الصغيره الاس يو في، صغيره الحجم، العربيه الجيلي الجديده. طيب وتوكيل كمان عز العرب لديه شركات في المنطقه الحره، فالعربيه بتيجي. العربيه بتيجي بقى وانت بتستفيد ايه او بتعمل ايه؟ بيبلغك التوكيل بسعر العربيه بالعمله الصعبه، بيقول لك مثلا العربيه دي بكام الف يورو او بكام الف دولار، يمكن الدفع باليورو او بالدولار. بتدفع ثمن العربيه، وفقط اللي بتدفعه فوق ثمن العربيه هو الرسوم، سواء كانت جمارك او سواء كانت العربيه دي اوروبيه او تركيه معفاه من الجمرك بتدفع لها 19%. طب الجمارك او الرسوم اللي هي النافذه دي التي تسمى النافذه بتدفع بالمصري، بتدفعها بالمصري، يعني سعر العربيه يدفع بالعمله الصعبه للتوكيل، والجمارك او الرسوم اللي هو بيسددها بتدفعها له بالمصري عادي. الموضوع مش جديد ومش مستحدث، لكنه ظهر مع الازمه بتاعه تقييد الاستيراد شويه والظروف الاقتصاديه اللي احنا فيها، فابتدت التوكيلات تلجا لشركاتها في المناطق الحره وتجيب العربيات وتطرحها بناء عليها، واللي عايز بيجيبوا له. طيب انت ايه الاجراء اللي مطلوب منك؟ ولا اي حاجه خالص، انت بتروح للتوكيل، العربيه دي بتبقى بضمان الوكيل سواء 5 سنين او 3 سنين ايا كانت مده الضمان ايه، وبصيانه كل حاجه. انت بتروح للوكيل ده اللي اعلن ان عربيته موجوده في المنطقه الحره، بتعمل توكيل لشركته بتاعه المناطق الحره، المستخلصين الجمركيين بتوعه يعني. التوكيل ده ثقته وديباجته موجوده في الشهر العقاري عادي جدا، بتعمل له توكيل بالتعامل امام اداره الجمارك والمرور والقومي لتنظيم الاتصالات علشان الشاشات والكلام ده التصاريح. التوكيل ده بموجبه لو العربيه موجوده وانت حجزتها عنده والدنيا تمام ومرتضي السعر، بيسلمك العربيه في خلال اسبوع على الاكثر، بتخرج لك من المنطقه الحره باسمك وكانه استيراد شخصي، وبتترخص عادي وعربيه ملاكي عادي، مفيش اي مشكله. هي دي المنطقه الحره، الخلاصه كده. طيب هل دلوقتي موجود عربيات سعرها جيد في المنطقه الحره؟ وهل معنى كلمه المنطقه الحره ان دي ميزه؟ لا، هناك شركات كتير جدا اعلنت على عربيات اسعارها مبالغ فيها، يعني تمام في المنطقه الحره اللي تتجاوز ال $40,000 وهي ما تستحقش، واللي تتجاوز ال $30,000، يعني مش كل العربيات الموجوده في المنطقه الحره. هل انا من وجهه نظري الشخصيه هناك سيارات في المنطقه الحره لدى توكيلات مصريه تستحق سعرها؟ الان لو انت مضطر للشراء، لو انت عايز عربيه تقتنيها تركبها تروح بيها مشاويرك، او يعني تقيك انت وعائلتك شر المواصلات، ومدخر مبلغ عايز تحطه في عربيه وعارف ان مصاريف التشغيل غاليه وكل حاجه، بس انت مضطر، هناك سيارتين. سياره في فئه ال 600,000 جنيه، سيارتين لدى توكيلين مختلفين، وسياره في فئه من 1,200,000 حتى 1,500,000. تعال نتكلم عن السياره اللي هي نازله بفئه واحده اللي ب 600,000 جنيه، الجيلي اللي نزلت مؤخرا، الجي اكس 3 برو، تمام، اللي نزلت مؤخرا واللي انا كنت اول حد نوه انها نزلت من يومين. العربيه دي اتفتح باب الحجز عليها منطقه حره لدى توكيل ابو غالي. سعرها المعلن ايه؟ $11,500. ليه انا بقول تسعيرها كويس؟ لان ده السعر فعلا اللي جايه بيه من بره، ده سعرها بره، تمام، فالسعر ده كويس. بيدفع عليها رسوم، هناك رسوم لان دي مش معفاه، دي سياره صينيه المنشا، هتدفع لك برضه رسوم لسه هتقدر طبقا لجدول الجمارك من حوالي 160 ل 200,000 جنيه. فالعربيه دي كده هتقف عليك
بحوالي 600,000 جنيه، 600 وكسور، 620، 630 على حسبة بقى الدولار. زي ما هو بقى الدولار عمال ينخفض اهو من 42 ونص، مسمع ورايح غالبا لل 36. تمام؟ فعلى حسبتك انت بقى وعلى الدولارات اللي معاك بقى، انت مدخرها بقالك قد ايه، وفرتها ازاي، دي مدخراتك انت كنت شاريها، يعني دي بحسبتك. العربيه دي سعرها حلو مقارنه بمين؟ مقارنه بكل السوق، لان العربيه دي نازله بهيل اسيست، اي اس سي، ثبات الكتروني، مثبت سرعه، كل باكج، كاميرا خلفيه، شاشه 8 انش بتتوصل بالموبايل، عربيه كروس اوفر كمان مرتفع عن الارض، ومساحتها جيده، فيها شنطه 400 لتر، افضل من كل السيارات الهاتشباك. طب العربيه دي كويسه مقارنه بمين لما تبقى ب 600,000؟ مقارنه بنيسان صاني اللي بقت ب 680,000، مقارنه بسوزوكي سويفت اللي خلاص مسمعه عند ال 700,000 ب 690,000، مقارنه بسوزوكي بالينو الهاتشباك اللي ب 880,000، مقارنه بكل الخزعبلات اللي انت بتشوفها في السوق دلوقتي. عربيه كويسه وبضمان 5 سنين والدنيا تمام، وهتشتريها من الوكيل بسعرها فعلا زي ما هي موجوده بره، دي تسعيرها جيد في المنطقه الحره. طب نروح، انت معاك بتشتري سبورتاج او تسخن او الكلام ده، لا استنى بقى، عشان دي اس 4 نزلت بموتور ممتاز، احلى موتور في مجموعه بي اس اي، بال 215 هورس باور مع فتيس 8 سرعات وعزم 300 نيوتن متر. يعني عربيه ممتازه. نازله فئتين، الفئتين مش فاضيين. الفئه الاولى فيها فتحه سقف بانوراما بدايه من الفئه الاولى، وكمان فيها شنطه كهرباء ب 30,000 دولار و 35,000 دولار. ده فعلا سعرها بره. بيدفع عليها رسوم دي 19% فقط، قيمه مضافه ورسم جدول وتنميه. الرسوم 19% بتدفع بالمصري، والتاني بيدفع بالدولار او باليورو حسب ما التوكيل معلن. تمام؟ العربيتين دول بالنسبه لي دلوقتي للمضطر في الشراء في الفئتين السعريتين دول، سواء 600,000 او من مليون لمليون ونص، هم القيمه مقابل سعر في المناطق الحره لدى توكيلين. بتعمل ايه؟ عايز تشتري 600,000، هتروح لتوكيل ابو غالي تقول له عايز اشتريها، تمام؟ هاتها لي من المنطقه الحره، تمام؟ هو فاتح الحجز. عايز تشتري العربيه الدي اس 4، بتروح لتوكيل عز العرب وكيل دي اس، تقول له هاتها لي. بس كده، بيطلب منك التوكيل وبناء عليه بتستلم في الفتره المعلنه والاتفاق ما بينكم. شكرا، وكان معكم محمود خيري في ملخص سريع المنطقه الحره هي ايه، وهل هناك سيارات قيمه مقابل سعر في المنطقه الحره ولا لا. شكرا.